ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا بقى الجوله ال 13 لغايه دلوقتي لسه ما بداتش وعمالين ناخد الخازوق ورا التاني، واصعب خازوق فيهم كان خازوق بوين، الناس اللي راحت جابته اثناء التوقف الدولي والراجل اتصاب وفي اخبار بتقول ان هيقعد فتره طويله مصاب. ومش كده وبس، واحد زي ميتوما بعد ما تم الاعلان عن اصابته انه هيطول في الاصابه ناس كتير راحت باعته، ولكن نتفاجئ بفيديو طالع له وهو عمال يجري ورايح يتدرب. وهالاند العتيه ب 24000 حصان بعد ما شفناه وقع مصاب وكان قاعد يعيط ويرزع في الارض، دلوقتي رجع للتدريبات وبقى زي الفل. وماتيكاش اللي تم الاعلان عن اصابته برضه وما شاركش مع منتخب بلاده، الراجل في انباء بتقول انه رجع للتدريبات تاني مع استون فيلا. طبعا بقى انت كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك ديت والاخبار اللي عمال تسمعها تخليك قاعد قدام تشكيلتك ما انتش عارف تعمل فيها ايه. عايز تعرف هتعمل ايه؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك فوق وصحصح وركز معايا وكمل معايا الحلقه الاخيره، ويلا بينا. وسهلا بكم جميع مشاهدي ومتابعي قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بكم معاكم في حلقه جديده من حلقات برنامج فانسي بريمير ليج واستعداداتنا وتوقعاتنا للجوله ال 13. يا رب يجعل كلامنا خفيف عليها، كفايه خوازيق احنا مش ناقصين، لكن باينها كده شكلها جوله نحس اسم على مسمى. تحس كده ان الجوله لغايه دلوقتي لسه ما بداتش هيت، وتيجي تقول لك انت خدت حاجه من الدنيا تقول لها لا، تقول لك طب خد، تديك بقى في اصابات، تديك بقى في غيابات، ناس رجعت كنت متوقع انهم اتصابوا وبعتهم ورجعوا تاني للتدريبات، وليله يا بيه مش هنخلص من الخوازيق دي، مش هنخلص. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنشوف كده ابرز التوقعات بتاعتنا، النتائج واحداث المباريات اللي ممكن تحصل ونتوقع مع بعض ونشوف مين هيكسب مين هيخسر وايه اللي ممكن يحصل في المباريات ديت، ونشوف مع بعض اهم اللعيبه المتوقع تالقها وممكن نجيبها معانا في التشكيله بتاعتنا، واهم اللعيبه الديفرنشال اللي ممكن تتالق وتفرق في الترتيب والرانك بتاعنا ولازم نحط عينينا عليها ونجيبها معانا في التشكيله بتاعتنا. والفقره الاخيره المحببه الى قلبي وهي فقره كابتن مين اللي هتكون علامه فارقه في هذه الجوله. بس يا معلم قبل ما اتكلم وقبل ما اقول اي حاجه ما تنساش تعمل دعم ليا واشترك معايا في القناه، لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زر احمر تحت مكتوب على سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات برضه تدوس عليه تفعله ليه الكل عشان اول ما اعمل اي حلقه جديده تجيلك على طول. واللايك والشير يا باشا المتين بتاعك ما تنساوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر وتوصل لاكبر عدد متابعين. طب بقى قناتنا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته، خش اشترك معانا واعمل لكم في الاكونتات عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي تقطيع وليس للضعفاء، في الديسكربشن تحت في صندوق الوصف في كود ولينك الاشتراك للدوري اللي بنلعب بيه. قلبك ضعيف ما تشتركش معانا. طبعا ان شاء الله زي ما قلت لك في حلقه النصايح لو لسه ما شفتهاش لغايه دلوقتي هتلاقيها من الاي لفوق ديت. الجوله دي هتبدا يوم السبت عادي جدا، وعوده السبت الممتاز اخيرا بعد التوقف الدولي، وان شاء الله الديدلاين بتاعنا هيكون اخره الساعه 1 ظهرا بتوقيت القاهره، لان اول مباراتنا هيكون الساعه 2:30 ظهرا بتوقيت القاهره. وطبعا مع بدايه الجوله ومع اول مباراتنا في هذه الجوله وهي المباراه اللي بتجمع ما بين مانشستر سيتي وليفربول في قمه مباريات هذه الجوله، عشان تبدا كده في الاستفتاح بتاع الجوله بتاعتك كده وتاخد الخوازيق بدري بدري. معلش اصل غندي بيحب ينام بدري. المباراه دي هتتلعب على ارض ووسط جماهير فرقه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. تاريخ المقاتل ما بين الفرقتين كبير عزيزي المشاهد، وتاريخيا طبعا بيميل لصالح فرقه ليفربول، ولكن نقدر نقول ان من ساعه ما الاقرع جوارديولا من ساعه ما مسك مانشستر سيتي لغايه دلوقتي فرقه ليفربول في اخر 3 سنين ما عرفتش تكسب فرقه مانشستر سيتي غير مره واحده بس. طبعا دي اللي كانت في الانفيلد الموسم اللي فات، وكان في حضور العتي هالاند ب 24000 حصان اللي نقدر نقول عليه مش محظوظ قدام ليفربول من ساعه ما جه لغايه دلوقتي. طبعا ليفربول داخل المباراه ديت وهو قاب قوسين او ادنى من انه يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز للموسم ده لو قدر يتغلب على مانشستر سيتي ويغلبه على ارضه ووسط جماهيره في عقر دار. طبعا بقى كلنا شايفين عينينا بارده على كل لعيبه ليفربول اللي تالقت في التوقف الدولي مع منتخبات بلادها، على عكس لعيبه مانشستر سيتي اللي اغلبها كان مصاب واغلبها ما راحش يشارك مع منتخبات بلاده. ولكن نقدر نقول ان اغلب الاصابات اللي كان بيعاني منها مانشستر سيتي الفتره اللي فاتت تقريبا كلهم رجعوا للتدريبات تاني، ما عدا اهم واحد في فرقه مانشستر سيتي بعد جوارديولا وهو كيفن دي بروين. خلي بالك مشكله السيتي بس مش معاناته مع غياب كيفن دي بروين، لا ابسولوتلي، هي كمان مشكله ان مستوى الفريق اصلا الفتره الاخيره
الاخيره بيبقى سيء لاسوء. بقينا بنشوف السيتي ساعات بيخسر ماتشات وبيعاني في ماتشات غريبه جدا. طبعا بقى شايفين ليفربول مقدم عظمه من بدايه الموسم لغايه دلوقتي، واكيد بقى بكل الحاجات اللي انا بحكيها لك ديت تبقى قاعد تتخيل كده وتفتكر مين اللي هيكسب الماتش ده. طبعا اكيد السيتي اللي ممكن يكسب، لاني خليني اقدر اقول لك ان السيتي من ساعه ما جوارديولا مسك فرقه مانشستر سيتي لغايه دلوقتي ما خسرش على ارضه ووسط جماهيره من ليفربول ابدا. ولكن بقى خليني عزيزي المشاهد اقول لك ان كلمه السر في المباراه ديت هي خط الوسط. اللعيبه اللي هتقدر تسيطر على وسط الملعب هي اللي فريقها ممكن يكسب. طبعا اكيد كلنا شايفين خط وسط ليفربول اتحسن كتير ازاي يعني الموسم اللي فات. دلوقتي بقى معاهم ماكاليستر، سابوسلاي، فيعني نقدر نقول بقى وسط ملعب محترم. ده غير بقى التميز الهجومي، واحد زي داروين نونيز اللي رجع للتالق تاني وعامل دويتو كويس مع محمد صلاح في ظل الاخطاء الدفاعيه الكارثيه اللي بيقع فيها مانشستر سيتي. لكن خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان دايما الماتشات القويه اللي بتجمع ما بين الفرق القويه وخصوصا فرق التوب فور دايما بيكون لها حسابات خاصه وبيبان فيها مستوى خاص للفرق دي. صراحه مباراه هتبقى صعبه، ومشكله مش في كده وبس ان الفرقتين هم عارفين وهم بيلعبوا ان في فرقه اسمها ارسنال قاعده مستنياهم يقعوا، وبصراحه انا حاسس ان المباراه دي هيبقى اخرها التعادل. اما المباراه اللي عندنا بعد كده مباراه ويست هام وبيلي، المباراه اللعنه اللي خذوها الثلاث ارباع لعيبه الفانتازي باصابه بوين. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه بيلي. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير وبيميل شويه لصالح فرقه ويست هام، ولكن بقى خليني اصدمك وافاجئك واقول لك عزيزي المشاهد ان اغلب اللقاءات دايما اللي بتجمع ما بين ويست هام وبيلي بيكون فيها معاناه بالنسبه لفرقه ويست هام. ولكن خليني اقول لك ان كل ده في مصلحه التاريخ اللي كان عامله شون دايش مع فرقه بيلي. ولكن حديثا دلوقتي مع لهب اللي اسمه فينسنت كامباني اللي بيبقى فاتح الملعب وبيطير اللعيبه وعمال يعمل دفاع عالي وخط ضغط عالي والكلام ده كله، وفاكر نفسه بيلعب بالسيتي بيخليه يلبس اجوان وبيخسر كل الماتشات اللي بيلعبها. طبعا ويست هام بقى لو بون كان سليم وانطونيو كان موجود وباكيتا راجع وفت كده ولائق بنسبه كبيره بعد مباراته الصعبه قدام منتخب الارجنتين وراجع متاخر من امريكا الجنوبيه، نقدر نقول ان الناس دي كلها لو كانت فايقه وقدوس لو كان فت 100% وما فيهوش حتى لو نسبه شك بسيطه كده للاصابه اللي اتعرض لها مع منتخب غانا، كنت اقدر اقول لك ان ويست هام هتنزل تاكل فرقه بيلي. لكن طبعا بقى بالظروف اللي بتعيشها فرقه ويست هام لغايه دلوقتي يخليني اقلق وممكن فعلا تعاني زي ما كانت بتعاني قبل كده. وفوق كل ده وده حط الاخطاء الكارثيه اللي بيقع فيها فرقه ويست هام وبيعانوا بسببها. بص انا ما عنديش شك ان فرقه ويست هام هيبقى عندها القدره والامكانيه ان هي تكسب المباراه ديت، بس قلبي حاسس كده وبيقول لي خلي بالك الماتش ده يعني اخره هيخلص 1-0 مش اكتر من كده. يعني الناس اللي حاطه امال على انها سكورات والكلام ده في ظل الغيابات والاصابات اللي بقول لك عليها ديت، لا هي شكلها 1-0 2-1 على اقصى تقدير. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين كريستال بالاس ولاوتن تاون. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه لاوتن تاون. طبعا في تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين ده يعتبر اللقاء الاول بيجمع ما بين الفرقتين في الدوري الانجليزي الممتاز بمسماه الحديث. وطبعا نقدر نقول ان فرقه كريستال بالاس داخله المباراه ديت وهي كامله الصفوف، كل الاصابات اللي كانت عندها رجعت لها. وعلى الناحيه الثانيه فرقه لاوتن تاون ما زالت بتتحسس طريقها في الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا شفنا اغلب الفرق اللي راحت لعبت لاوتن تاون على ارضها ووسط جماهيرها قد ايه كانت بتعاني، ودايما الماتشات دي كانت بتخلص بصعوبه بنتيجه جون واحد على الاقل. وطبعا بقى انا لو حابب اقول سبب للي بيحصل ده هي صغر الملعب بتاع فرقه لاوتن تاون. ولكن بقى خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان كريستال بالاس مش هتعاني زي كل الفرق اللي جت لعبت لاوتن على ارضها ووسط جماهيرها، لان اصلا ملعب كريستال بالاس برضو من الملاعب الصغيره، واخدين بقى على الزحمه، واخدين بقى يتصرفوا ازاي في حاله التكتل واللعيبه الكتير. وغير كده وكده لعيبه كريستال بالاس اصلا مش لعيبه مهاريه، يعني مش لعيبه بتحتاج مساحات سرعات والكلام ده، لا هي لعيبه بتلعب على الواقف. اعتقد ان شاء الله المباراه دي ممكن يكون فيها اهداف حلوه، ممكن يكون فيها اهداف كتير، ده احساسي بصراحه. هل ده هيحصل ولا لا الله اعلم، لكن ان شاء الله هنشوف كريستال بالاس بتعرف تكسب المباراه ديت ويمكن تطلع فيها كلين شيت كمان. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين تشيلسي ونيوكاسل. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نيوكاسل في سانت جيمس بارك. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير، وطبعا بيميل لصالح فرقه تشيلسي. تقول لي لا اصبر يا بوب ما اسمحلكش، اقف كده وخط احمر عندك كده وستوب. نيوكاسل مين اللي ممكن تتهز قدام تشيلسي؟ هو انت مش عارف ان معاهم ايدي هاو؟ هيا بقى خليني اصدمك وافاجئك عزيزي المشاهد واقول لك ان في اخر 3 سنين مواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين فرقه نيوكاسل ما عرفتش تكسب فرقه تشيلسي غير مره واحده، وكانت على ارضها ووسط جماهيرها عادي، ولكن بالعافيه جابت جون واحد فيها 1-0. خليني افاجئك اكتر واكتر واقول لك ان فرقه نيوكاسل في ال3 سنين دول كلهم ما عرفتش تسجل في شباك تشيلسي غير جونين 2. ان تشيلسي بيعرف يطلع قدام نيوكاسل كلين شيت. لا وايه، ونيوكاسل كانت في احسن احوالها معاها بقى ايدي هاو وايزاك وويلسون وبسلطاتهم بابا غنوجهم وتريبيه والدفاع وفابيان شار وكل العالم اللذيذه دي. ولا وشوف بقى الانكت من كده ان الفتره دي كان تشيلسي بيعيش اسوأ ايام. طبعا الموسم ده تشيلسي اثبت لنا انه في المباريات الكبيره والمواعيد الكبيره دايما بيكون في الموعد. ومش كده وبس، نقدر نقول ان اغلب الاصابات اللي كان بيعاني منها تشيلسي الفتره الاخيره كلها رجعت تاني للتدريبات. ابرزهم طبعا نكونكو. الراجل طبعا لما هيرجع للتشكيله بتاعت الاساسيه بتاعت بوتيتشينو هتخليه مش بس ينزل يغلب الفرق،
لا ده هينزل يعمل عليها بالبيت، وانه هينزل يدوس على اي فريق يقابله بعد كده. اعتقد بصراحه ان الماتش ده ميته واخره 1-0 2-0 لتشيلسي عزيزي المشاهد، لان خليني اقول لك احساسي كده احتمال كبير ممكن نشوف نيوكاسل ما بتعرفش تسجل في الماتش ده. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه برايتون ونوتنجهام فورست، المباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نوتنجهام فورست. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، هما لقاءين اتنين طبعا، لان نوتنجهام فورست لسه صاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز الموسم اللي فات، والحمد لله. خلينا اطمنك كده واقوي قلبك واقول لك ان في الماتشين دول برايتون ما عرفتش تكسب فرقه نوتنجهام فورست لا على ارضها ولا بره ارضها. مش كده وبس، في الماتشين اتنين دول ما عرفتش تسجل فيهم غير جون واحد. ده وايه واصحى والكلام. خليني اقول لك ده في عهد ديزيربي في عز عنفوانه الموسم اللي فات، ولا كان بقى بيعاني من اصابات وارقامه كويسه وهجوم بقى كاسح والكلام اللي انت عارفه ده. بمناسبه طبعا الاصابات، ظهر فيديو من الساعات اللي فاتت نقدر نقول شايفين فيه ميتوما وشايفين فيه دانك وشايفين فيه طارق لمتي تقريبا، يعني دولت اللي انا خدت بالي منهم رايحين بيجروا وما تعرفش هم رايحين فين. بيقول لك باك تو ورك اجين، يعني لما اللعيبه ديت بتجري اهيت وحلوه وزي الفل امال مطلعين عليهم اخبار لان هم مصابين. وهل الفيديو ده معناه ان اللعيبه دي جاهزه؟ طبعا اكيد كل اللي هيفرق في الموضوع ده هو المؤتمرات الصحفيه وديزيربي هيقول فيها ايه. طبعا الحلقه دي بتتصور قبل المؤتمرات الصحفيه فانا ما اعرفش هو هيقول ايه، ولكن هو لو اكد وقال لك ان اللعيبه دي سليمه خلاص خير وبركه والراجل كتر خيره. قال لك اللعيبه ديت لسه هيتم اجراء يعني تقييمها تقييم متاخر والكلام الفاضي اللي بيقعدوا يقولوه ده، سيبهم معاك في التشكيله الاساسيه بس ظبط دكتك. والمشكله بقى انا مش صعبان عليا غير الناس اللي راحت باعت ميتوما عشان تجيب بون، اهو بون اتصاب وممكن ما يلعبش وميتوما هو اللي رجع. المشكله بقى عزيزي المشاهد ان نوتنجهام فورست نقدر نقول عليها رقم صعب على ارضها ووسط جماهيرها، ان فرقه برايتون من بدايه الموسم لغايه دلوقتي ارقامها الهجوميه بالذات سيئه جدا، وطبعا بقى مع الاخطاء الدفاعيه حدث ولا حرج. ازيدك بقى من الشعر بيت ان نوتنجهام فورست من ساعه بدايه الموسم لغايه دلوقتي ما خسرتش ولا ماتش على ارضها ووسط جماهيرها. بصراحه اعتقد ان الماتش ده ميته واخرته التعادل 1-1 2-2 مش هتزيد عن كده. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه بورموث وشيفيلد يونايتد، المباراه دي بتتلعب على ارض ووسط جماهير فرقه شيفيلد يونايتد. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، هما لقاءين اتنين، وخلينا حابب اطمنك كده واقول لك كده عشان يبقى قلبك جامد كده وانت مستعد وانت رايح تجيب سولانكي ان في الماتشين دول بورموث ما عرفتش تكسب فرقه شيفيلد يونايتد. مش كده وبس، الماتش ده يعتبر ماتش صعب زيه زي ماتش ليفربول والسيتي وتشيلسي ونيوكاسل، لان طبعا بقى شيفيلد يونايتد جات لها فرصه على طبق من ذهب بعد طبعا الاتحاد الانجليزي ما وقع عقوبه على فرقه ايفرتون بخصم 10 نقط، وفرقه ايفرتون نزلوا طبعا للمركز تقريبا ال 19 على ما اعتقد 19 او 18. شيفيلد يونايتد بقى عنده فرصه انه لو كسب الماتش ده يطلع بره الهبوط، انت متخيل؟ فطبعا بقى ماتش زي ده وجاي لهم على ارضهم ووسط جماهيرهم في الظروف ديت هيفوتوه. خليني بقى ازيدك كمان من الشعر بيت واقول لك ان فرقه بورموث من ساعه الموسم ده ما بدا لغايه دلوقتي ما كسبتش اي ماتش قوي كده وبس. تقريبا كل فريق في الدوري لغايه دلوقتي لعب 6 ماتشات قوي و6 ماتشات هوم، في ال6 ماتشات قوي اللي لعبها بورموث جاب فيهم 6 اجوان، يعني بالمعدل كده كل ماتش جون واحد. الناس بقى اللي رايحه تجيب سولانكي ربنا معاك. وبصراحه بعد اللي حصل والعقوبه اللي اتوقعت على ايفرتون وشيفيلد بقى عنده فرصه انه يبقى يطلع من منطقه الهبوط الجوله ديت، اعتقد ان شيفيلد يونايتد ممكن تفاجئنا الجوله ديت ونشوفها بتكسب بورموث وبتطلع بره منطقه الهبوط. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين ارسنال وفرقه برينفورد، بعض بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه برينفورد. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، لان فرقه برينفورد طبعا لسه صاعده حديثا للدوري الانجليزي الممتاز، وكل اللي بيجمع ما بينهم هو 4 لقاءات. ارسنال كسب في ماتشين وتعادلوا في ماتش وخسروا في ماتش. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان فرقه ارسنال الموسم ده والموسم اللي فات مش زي ارسنال اللي شفناه السنين اللي فاتت. دلوقتي بقى ارسنال عنده شخصيه البطل وبينافس على صداره الدوري وعايز يطلع للشامبيونز ليج ويكون متواجد في التوب 4، بقى عنده الشخصيه والجرينتا وبقى ليه هدف بيلعب ليه. وطبعا بقى زي ما قلت لك هو هيبقى قاعد بيتفرج على الماتش بتاع السيتي وليفربول ومستني حد منهم يقع والاثنين يتعادلوا مع بعض او السيتي يقع بالذات. وطبعا بقى ده لو حصل ماتش ارسنال وبرينفورد هيكون ماتش ناري، لان هيكون اخيرا جات الفرصه لارتيتا انه يرجع يتصدر الدوري تاني من جديد. ولكن بقى خليني اقول لك برضو عزيزي المشاهد ان ارتيتا مهمته مش سهله قوي برضو، ده رايح يلاعب توماس فرانك اللي بيعرف يلاعب الفرق الكبيره، وراح يلعب على ارضه وسط جماهير فرقه برينفورد، الفرقه اللي بتبقى على ارضها ووسط جماهيرها بتبقى فرقه رخمه. بس طبعا للامانه يعني فرقه برينفورد مش زي الموسم اللي فات، هي بتلعب طبعا من غير توني المهاجم والهداف بتاع الفرقه وديفيد رايا الحارس العظيم بتاعها، وهو ديفيد رايا ده بقى هيكون كلمه السر. طبعا قبل الماتش بساعات ما يتلعب اهوت في انباء طلعت ان خلاص ارسنال وقعت مع ديفيد رايا وخدته تقريبا في مقابل 28 مليون تقريبا على ما اعتقد. فطبعا بقى فرقه برينفورد هتبقى نازله بقى متحفزه ومشحونه، والجماهير وتوماس فرانك عايزين يغلبوا ارسنال عشان يثبت لديفيد رايا هو ده الفريق اللي انت سبتني علشانه. طبعا ما ننساش ان فرقه برينفورد كانت من احد الاسباب الموسم اللي فات اللي حرمت
زعامه ارسنال انه يتصدر الدوري وياخد اللقب. لكن بصراحه مع الامكانيات واللعيبه والجرينتا اللي موجوده في فرقه ارسنال اعتقد ان المباراه ديت ممكن نشوفها بتخلص فرقه ارسنال عادي جدا، ولكن اعتقد مش هتكون بالسهوله اللي احنا متخيلين. ممكن نشوف الماتش ده بيخلص 2-1 لصالح ارسنال. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه توتنهام وفرقه استون فيلا. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه توتنهام. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير وبيميل طبعا لصالح فرقه توتنهام شويه، ونقدر نقول وخلينا احبطك واحبط نفسي ونحبط الناس كلها ونقول ان في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين فرقه توتنهام ما عرفتش تكسب استون فيلا غير مرتين 2 بس. طبعا بقى توتنهام داخل الجوله ديت وهو بيفتقد لخدمات اهم 3 لعيبه موجوده في التشكيله الاساسيه بتاعتهم. طبعا فان دي فين على مستوى قلب الدفاع، وروميرو جنبه، وطبعا صانع الالعاب والعقل المدبر بتاعهم ماديسون. فيعني اقدر اقول لك ان توتنهام بكده فقدت 70% من قوتها. ولا فوق كل ده وده انجي بوستوكوغلو بيحب يلعب بخط دفاع متقدم وخط دفاع عالي ويلعب بقى ويضغط على الفريق ويلبس الجون ورا مش مشكله. لكن بقى على الناحيه الثانيه شرحه برضه عند اوناي امري بيحب يلعب بدفاع متقدم ويهاجم ويضغط ويزيد قدام. فطبعا بقى انا مش هتفاجئ لو شفت الماتش ده فيه سكورات واهداف كتير. استون فيلا الموسم ده نقدر نقول ان الريكورد بتاعها كمباراه الاوي طبعا ريكورد زي الزفت، ان كل الماتشات الاوي اللي لعبتها استون فيلا الموسم ده لغايه دلوقتي ما كسبتش فيها غير ماتشين 2. وطبعا بقى في سيناريو مجنون لو حصل هيخلي الجوله دي من اكثر الجولات اثاره في الدوري لغايه دلوقتي، ان السيتي يتعادل مع ليفربول وارسنال يتعثر قدام برينفورد بالتعادل او يخسر، بتيجي بقى الفرصه لتوتنهام انه يكسب فرقه استون فيلا ويتصدر الدوري تاني من جديد او على الاقل يطلع الوصيف. الماتش ده وقوه توتنهام والجريتا اللي عندهم هتفرق فيها نتيجه الماتشات اللي قبليهم. وبصراحه اعتقد ان توتنهام عندها الفرصه ان هي تكسب المباراه ديت، واعتقد المباراه دي هتخلص 2-1 لصالح فرقه توتنهام. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه ايفرتون مانشستر يونايتد. بصراحة مش عارف الواحد بقى كل ما بيجيب سيرة مانشستر يونايتد يزعل ولا يضحك ولا حالته تبقى عاملة ازاي. المباراة دي هتتلعب على أرض وسط جماهير فرقة ايفرتون في الجودسون بارك. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين كبير عزيزي المشاهد، وطبعا بيميل لصالح فرقة مانشستر يونايتد، ونقدر نقول ان اغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت، وان هي دايما تتميز بالندية والإثارة وساعات بتوصل للضرب، خصوصا المباريات اللي بتتلعب في جودسون بارك بالذات. طبعا خليني اقول لك ان احنا بقالنا اسبوع جماهير ايفرتون بالنادي باللعيبة بكل الناس بقالها اسبوع بتغلي بعد طبعا ما الاتحاد الانجليزي قرر يوقع عقوبه بخصم 10 نقط من فرقه ايفرتون طبعا اللي هو التجاوز اللي هو القواعد والقوانين بتاعت اللعب المالي النظيف. خليني اقول لك ان اللعيبه والنادي والجماهير كلها نازله متحفزه لكل فرق الدوري الانجليزي والاتحاد الانجليزي بالذات، وطبعا ده باين في التصريحات الصحفيه اللي بتطلع من النادي. وطبعا بقى على الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد رايح يقابلهم وهو مش في احسن احواله مش في اعظم احواله، بيعاني من اصابات كتير. عندك هويلاند وعندك كاسيميرو وعندك اريكسن وعندك طبعا اونانا، لكن انا طبعا عمري ما اقلق. عارف انا مش قلقان ليه؟ لان احنا معانا هاري ماجواير. ولكن في انباء كويسه الى حد ما بدات تبقى مبشره تطلع لنا بتقول ان لوك شو عودته خلاص ممكن يرجع من الماتش ده، وراجل بقى فت واتضرب مع الفرقه طبعا الاسبوعين اللي فاتوا. ولكن انا مش قلقان من كل ده ولا الاصابات ولا الكلام ده كله ولا مستوى اليونايتد عامل ازاي، انا قلقان من رد فعل ايفرتون. ولكن اعتقد ان شون دايش مش بيميل قوي للاندفاع الهجومي اللي بالك فيه وفكره الانتقام وينزلوا ويقطعوا الدنيا ومش عارف ايه الكلام ده. لا هو مش بتاع الكلام ده، لان برغم كل الظروف اللي بيمر فيها فرقه ايفرتون لغايه دلوقتي برضه شون دايش ممكن يخسر الماتش ده عادي جدا. فطبعا بقى يبقى بدل ما يجي يكحل هيعميه. فاعتقد ان الماتش ده هيبقى متوازن، هيحافظ برضو على التقفيل الدفاعي اللي هو بيلعب بيه دايما وانه مش هيفتح الملعب والكلام ده. واعتقد ان الماتش ده هنشوف اليونايتد ان شاء الله بيكسب، ولكن ممكن اشوف السكور ممكن يبقى 2-1 لليونايتد. اما المباراه اللي عندنا بعد كده اللي هتجمع ما بين فرقه وولفرهامبتون وفرقه فولهام، بعد بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه فولهام. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير قوي وبيميل لصالح فرقه وولفرهامبتون. ولكن بقى خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان من 2019 لغايه دلوقتي فرقه فولهام ما عرفتش تكسب فرقه وولفرهامبتون ابدا، لا على ارضها ولا بره ارضها. وخليني اقول لك كمان ان الفتره دي كلها ما عرفتش تسجل في شباك فرقه وولفرهامبتون اصلا غير جون واحد بس. وطبعا ده طبيعي ممكن نشوفه بيتكرر تاني الجوله ديت عادي في الماتش بتاعهم، لان طبعا فرقه فولهام بتعاني على المستوى الهجومي، مفيش المهاجم اللي يقدر يخلص الفرص والهجمات الخطيره اللي بيعملوها يخلصها الاهداف، وكمان بيعانوا على المستوى الدفاعي وخصوصا اكتر بعد طبعا الايقاف اللي تعرض له باولينا الجوله اللي فاتت. وطبعا بقى فرقه وولفرهامبتون بقت فرقه رخمه جدا الفتره ديت مع جاري اوني. مش هتفاجئ لو شفت فرقه وولفرهامبتون بتكسب الماتش ده. بس لحظه انا حاسس ان القصه الجوله دي هيبقى فيها تويستايه صغيره. انا حكيت لك القصه بمنظور المنطقي والارقام والاحصائيات والتاريخ واللي ممكن يحصل وممكن احتمال كبير يحصل، ولكن انا عندي منظور شخصي واحساس انا عايز احكي لك عنه. خلينا نبدا القصه تاني من الاول.
فرقه فولهام هي مش محظوظه قدام فرقه وولفرهامبتون، ولكن نقدر نقول ان راؤول خيمينيز ممكن يكون عنده فرصه الجوله ديت انه ينتقم من وولفرهامبتون على اللي حصل له منهم. طبعا الراجل نقدر نقول ان انتهى بنسبه كبيره، ومهنته ومسيرته كلها انتهت بعد الاصابه القويه اللي اتعرض ليها في الدماغ طبعا لما كان بيلعب مع صفوف فرقه وولفرهامبتون. وكان رد الجميل من الفرقه ان هم بعد كده قعدوه على الدكه وتم تهميشه بصوره كبيره لغايه ما اتباع في الاخر. طبعا ده بيبقى اكيد شعور صعب وقوي على اي حد يضحي بمستقبله ويضحي بنفسه ويلاقي في المقابل الناحيه الثانيه انه اتباع. احساسي بيقول ان راؤول خيمينيز هينجح انه يسجل في شباك وولفرهامبتون، ومش بس يسجل وهيحتفل كمان. ممكن نشوف فرقه فولهام بتكسب المباراه دي. انه سيناريوهين بقى اللي هيحصل، انا حكيت لك على المنطقي واللي هيحصل وبنسبه كبيره ممكن يحصل، وعن احساسي الشخصي ورؤيتي للماتش ده. طيب بكده فقره التوقعات بتاعتنا تكون خلصت. تعالوا بقى نشوف الفقره اللي عندنا بعد كده واهم اللعيبه المتوقع تالقها ولازم تكون معانا في التشكيله بتاعتنا. وتبدا طبعا باول الاسماء معانا، واكيد محمد صلاح وداروين نونيز وسابوسلاي من فرقه ليفربول ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه الجوله دي. السيتي اعتقد ان فودن ودوكو لما هيلعب على ترينت الكسندر ارنولد ممكن يكون عندهم فرصه يعملوا حاجه الجوله دي. قدوس وبالرحمه في غياب بول وانطونيو للاصابه ومع عوده باكيتا اللي ممكن ما يكونش فت بنسبه 100%، ممكن نشوف قدوس وبالرحمه بيعملوا حاجه الجوله دي. ايزي وليسيه من كريستال بالاس طبعا بكمل الضربات الثابته اللي بيلعبوها والسيت بيزز وضربات الجزاء بقى عندهم فرصه ان هم يجيبوا نقط الجوله دي. جاكسون وستيرلينج اعتقد ممكن نشوفوا بيتالقوا الجوله ديت، وخصوصا ستيرلينج بعد الانباء اللي طلعت انه مش هيعرف يبقى يلعب مع طبعا ساوث جيت مدرب المنتخب في اليورو القادم، فاكيد هيبقى عايز يثبت عكس الكلام ده وان الراجل جاهز ويقدر يعمل اي حاجه. كريس وود واينا مدافع فرقه نوتنجهام فورست ممكن نشوفوا بيعملوا حاجه، وخصوصا ان كريس وود نقدر نقول سعره لقطه ب 4.9 في غياب عوني طبعا اللي تعرض لاصابه قويه في الفخذ اللي هيغيب على اثرها تقريبا 3 شهور. ممكن يكون ديفرنشال قوي جدا، وممكن نشوف بيتالق طبعا وبيحاول يثبت مكانه وياخد مكانه جوه التشكيله الاساسيه. ميتوما وإيدينجرا لو ميتوما سليم اعتقد ممكن نشوف الاثنين دول بيعملوا حاجه الجوله دي. ارشل بشيفيلد يونايتد بالفرصه الذهبيه اللي جات لها اعتقد ممكن نشوفه بيعمل حاجه الجوله دي. سولانكي من فرقه بورموس ممكن نشوفه بيعمل حاجه الجوله دي، ولكن انا عندي احساس قذر للسيناريو ممكن يحصل ان سيمينيو هيلعب الماتش ده. طبعا هو كل شويه يظهر فجاه يقعد 3 4 ماتشات ويظهر في ماتش يسجل ويقعد تاني. انا حاسس انه هيحصل كده. جابريل خيسوس وتروسارد اعتقد من ابرز الاسماء من فرقه ارسنال ممكن نشوفوا بيعملوا حاجه الجوله دي. بويمو من فرقه برينفورد ممكن نشوفه بيعمل حاجه الجوله دي، وخصوصا توماس فرانك قدام الفرق الكبيره بيحب يلعب 3-5-2، وطبعا وجوده في الهجوم جنب ويزا ممكن ده يديله فرصه انه يعمل حاجه. واتكنز ودوجلاس لويز من استون فيلا اعتقد ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه الجوله دي. سون وجونسون اعتقد دول من ابرز الاسماء اللي ممكن نشوفها من فرقه توتنهام بتعمل حاجه الجوله دي. هاريسون ودوكوري في رد فعل فرقه ايفرتون اعتقد ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه الجوله دي. هويلاند او مارسيال على حسب مين اللي هيلعب فيهم، وهاجم اللي جاهز والمتنيل على عينه يلعب هيلعب ممكن نشوفه بيعمل حاجه، وبرده ممكن نشوف ماكتوميناي بيخطف حاجه في الجوله دي. سارابيا من فرقه وولفرهامبتون اعتقد بعد التالق اللي عمله الجوله اللي فاتت ممكن نشوفه يبدا كاساسي ويخطف حاجه. راؤول خيمينيز بالقصه اللي حكيتها لك اعتقد انه ممكن نشوفه بيعمل حاجه الجوله دي. طيب بكده فقره اهم اللعيبه المتوقع تالقها هتكون خلصت. تعالى بقى نخش الفقره اللي عندنا بعد كده واهم اللعيبه الديفرنشال اللي ممكن نشوفها بتعمل حاجه. ومن اول الاسماء اللي ممكن نشوفها بتعمل حاجه وديفرنشال قوي جدا وماتشه سهل الى حد ما وهو قدوس من فرقه ويست هام، طبعا مع اصابه بوين. ولو اتاكد طبعا من المؤتمر الصحفي ديفيد مويز قال ان بوين مش جاهز، ممكن تاخد قدوس كديفرنشاليه ريسكيه قويه جدا الجوله دي. ايزي من كريستال بالاس راجل معاه كل حاجه، معاه الكور ومعاه التيشيرتات ومعاه الساعات ومعاه ضربات الجزاء ومعاه السيت بيسز ومعاه كل حاجه. الراجل برده عنده فرصه يعمل حاجه الجوله دي. ستيرلينج من فرقه تشيلسي اعتقد زي ما قلت لك ممكن الاخبار اللي طلعت انه مش هيعرف يشارك مع المنتخب بتاع انجلترا في اليورو القادم وانه صعب يكون متواجد في القائمه بتاعت ساوث جيت، ممكن بقى يشد من نفسه كده ويرجع تاني لمستواه ويحاول يثبت نفسه ونشوفه بيعمل حاجه الجوله دي. وهو كمان عنده رن ماتشات الفتره اللي جايه كويس جدا. كريس وود من نوتنجهام فورست قلت لك زي ما قلت لك كده في ظل الاصابه بتاعت عوني اللي هيغيب على اثرها 3 شهور، ممكن الراجل بالسعر بتاعه ده يكون ديفرنشال قوي جدا، وطبعا يبقى احتمال كبير يكون اساسي مع الفرقه الفتره اللي جايه. ارشر برده من فرقه شيفيلد يونايتد برده عندهم فرصه ان هم يحاولوا يستغلوا الفرصه اللي جات لهم بعد خصم النقط بتاعت فرقه ايفرتون انه يعمل حاجه الجوله دي على ارضه ووسط جماهيره. هاريسون مع فرقه ايفرتون شايفينه بدا يتحسن من كل مباراه للتانيه وبدا ينسجم كده ويتاقلم مع الفرقه ويخش كده في المنظومه بتاعت شون دايش، ممكن نشوفه بيعمل حاجه الجوله دي، وخصوصا الدفاعات اليونايتد يعني مش عظيم. راؤول خيمينيز من فرقه وولفرهامبتون ممكن على ارضه ووسط جماهيره زي ما قلت لك نشوفه بيخطف حاجه. سولانكي برده من فرقه بورموس ممكن نشوفه بيعمل حاجه. الراجل المفروض بيلعب ماتش سهل قدام فرقه شيفيلد يونايتد، ولكن بصراحه بقيت قلقان من ناحيته بصراحه بعد اللي انا حكيته لك ده كله.
اما الفقره الاخيره معانا وهي فقره الكابتنه، الفقره المحببه الى قلبي، وهنا هنتكلم شويه ودعنا نقف قليلا. الكابتنه المضمونه بتاعت الناس اللي عايزه تمشي جنب الحيط وتكون في الامان، ويعني معانا علينا وعلى الكل. يا هتروح تكابتن هالاند يا هتروح تكابتن محمد صلاح. ولو هتسالني طب انا لو عايز اكابتن مين فيهم اكابتن مين، انا شايف ممكن تكابتن محمد صلاح، لان الراجل ده غالبا بنسبه كبيره من موسم 19 20 لغايه دلوقتي دايما لما بيلعب قدام السيتي لازم يمسي عليهم بجول. طبعا راجل معاه ضربات الجزاء، راجل مهاري، كان مقدم برضه مستوى عظيم مع المنتخب المصري. فانا شايف لو انا بقول لك مين اقرب اتنين تفكر فيهم هالاند ولا محمد صلاح، ممكن اقول لك روح لمحمد صلاح. اكيد ده مش معناه ان هالاند ما يعملش، اكيد ممكن يعمل، الراجل برضه بيلعب على الارض وسط جماهير. بس طبعا هو بقى انا قلقان من موضوع الاصابه، هل هتاثر على مستواه، هل هتاثر على طريقه اللعب بتاعته، مش عارف. فبقى الناس اللي مش عايزه تمشي جنب الحيط وترتيبها مش عالي ومش خايفه على حاجه ومش باقيه على حاجه وما عادتش خلاص مستبيعه، ممكن تفكر في 3 اسماء ما لهمش رابع. عندك واتكنز وسون وساكا. لو انت ترتيبك عايز تنط نطه حلوه محترمه الجوله ديت، مش هيخرج تفكيرك بره ال3 اسماء دول. يا واتكنز طبعا في ظل الدفاعات العاليه والدفاعات المتقدمه قصدي والضغط العالي اللي بيلعب بيه انجو بوستوكوجلو، وبرده على الناحيه الثانيه سون نفس الفكره، برده استون فيلا بتلبس الجوان كتير لما بتلعب قوي وبرده تلعب بخط دفاع متقدم وبضغط عالي، فسون ممكن يلاقي فرصه. ساكا برده نقدر نقول اتحسن كتير الفتره الاخيره في اخر ماتشين على الاقل، وبقى مستواه كويس، ممكن يكون اتعافى من الاصابه الله اعلم. وزي ما قلت لك ممكن تيجي لهم فرصه ذهبيه، يبقى عندهم بقى الحماسه والحيويه لو السيتي وليفربول اتعثروا وتعادلوا هما الاثنين. اما انت بقى لو ترتيبك في ال7 مليون 6 مليون ال8 مليون، انت ورا، انت ضايع، انت خلاص ما انتش نافع، انت ما عادش عندك يعني اي امل. ممكن تخطف كابتنه واحده زي مثلا راؤول خيمينيز او كريس وود من فرقه نوتنجهام فورست. هي بايظه، انت هتيجي تقعد تعيط لي بعد كده، ما هي بايظه، يمكن تضرب معاك وتنط في الترتيب. بس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك وما تكونش طولت مني، واكون قدرت اساعدك واقول لك كل المعلومات اللي اعرفها وكل الارقام والاحصائيات والتاريخ اللي احنا عارفينه، وان شاء الله تبقى جوله سعيده ونشوف فيها اسهم خضراء ونطلع منها على الاقل باقل خوازيق ممكنه وباقل الاضرار، وتحسن طبعا الترتيب والرانك بتاعنا. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.